ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآخرة جنة والدنيا جنة، وجنة الدنيا هي السكينة. سيدنا إبراهيم أين وجد السكينة؟ في النار. يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. سيدنا يونس أين وجد السكينة؟ يعني الحوت وزنه 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم، 90 برميل زيت، والإنسان يستطيع أن يقف في فم الحوت واقف. سيدنا يونس دخل إلى بطن الحوت، دقيق الآن، فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقق الآن، قلبت هذه القصة إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. قلبت إلى قانون. لذلك الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي ب10 أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. فسيدنا إبراهيم وجدها في النار، سيدنا يونس في بطن الحوت، النبي الكريم في الغار، الصديق قال له: لقد رأونا، لأنه 100 ناقة لمن يأتي بالنبي حياً أو ميتاً. لقد رأونا. قال النبي الكريم: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ لكن بالمناسبة، لما هاجر النبي الكريم أخذ بكل الأسباب، اتجه مساحلاً والمدينة عكس ذلك، قبع في الغار أياماً 3، يعني ما من جزئية لا بد من أخذها إلا أخذها النبي، يعني أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا قانون، المسلمون بحاجة لهذا القانون، الأخذ بالأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. نحن مشكلتنا إما ألا نأخذ بالأسباب، وبعض الشعوب أخذت بها وألهتها ونسيت ربها. عدم الأخذ بها معصية، والأخذ بها والاعتماد عليها من دون الله شرك خفي. لذلك أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أخواننا الكرام، أثناء الهجرة سراقة طمع ب100 ناقة، لحق بالنبي، والله شيء لا يصدق. رآه النبي الكريم، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ إنسان ملاحق
100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. ما معنى قوله كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ إنني سأصل سالما وسأنشئ دولة وسأنشئ جيش وسأحارب أكبر دولة بالعالم وسأنتصر، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا شيء حصل عن سيدنا عمر. جاءت الغنائم، وقف صحابي رفع رمحه إلى أقصى ما يستطيع، والآخر بالطرف الآخر لم تتراءى أرماحهما. قال أين سراقة؟ ألبسه سوار كسرى. قال بخن بخن، أعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرى. إله الصحابة إلهنا، والوعود هي. سيدنا الصديق له جارة يحلب لها الشياه، فلما صار خليفة المسلمين دخل على هذا البيت شيء من الحزن، الخدمة انتهت. في صبيحة اليوم الأول من توليه الخلافة طرق باب العجوز، ابنتها الصغيرة افتح الباب يا بنيتي. فتحت الباب، من الطارق؟ قالت جاء حالب الشاة يا أماه. شو الصحابة؟ والله شيء لا يصدق. بمعركة بدر في عنا 1000 صحابي و300 ناقة. أعطى أمر قائد الجيش كل 3 على راحلة، قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. قائد جيش، رسول هذه الأمة، نبي هذه الأمة، رئيس دولة، قائد جيش، قال أنا وفلان وفلان على راحلة. ركب النبي نوبته، فلما انتهت نوبته وجاء دور المشي توسلا صاحباه أن يبقى راكبا. قال ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. الصحابة الكرام مدرسة. أخواننا الكرام، إذن بالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي رحمة الله في الدنيا. أخواننا الكرام، الإسلام طاعة وحال، هي بتعمل أحوال. المؤمن حاله طيب، حال القرب من الله، حال السكينة، حال الطمأنينة، حال الأمن. أحوال المؤمن راقية جدا، لكن تحتاج إلى طاعة لله عز وجل.